تخيل تكون كتشم ريحة الخبز السخون كل صباح وولدك كيبكي حداك حيت ما عندكش حتى طرف صغير تعطيه ليه. جوج جيران، جوج دور، خبز واحد، ولكن البركة كانت غير في دار وحدة. في واحد الدوار قديم، حجران ديالو كيحكيو تاريخ سنين، والتراب ديالو كيشهد على قصار وقدات. كانوا ساكنين جوج جيران، واحد سميتو سالم العزري وواحد سميتو حمد الحاج. سالم العزري كان راجل قانوع، حالته على قدها، كيتوكل على الله وعلى ديك الأرض القليلة اللي عنده. دارو كانت صغيرة ومشعكة، سقفها من القصب والطين، وريحتها ريحة الصابرة والتوكال. سالم كيخدم ليل ونهار باش يوكل وليداتو القليل، ولكن وجهه ديما فيه ضحكة صفراء ديال القناعة. حمد الحاج هذاك هو الغني ديال الدوار، عنده الخير في البلاد وعنده الديور في المدينة. دارو كانت قصر صغير، العالية ديالها كتبان من بعيد، الحيط ديالها مصين بالحجر البيض وفيها فران ديال العواد كيشعل يوميا. الحاج حمد بالرغم من كل هاد الشي كان معروف عليه شوية ديال البخل، وكيحسب كل حاجة شحال خرجات وشحال دخلات. الفران ديال الحاج حمد كان قريب بزاف من حائط دار سالم، وكل صباح مع الفجر كانت كتطلع ريحة كتحير العقل، ريحة الخبز ديال الدار مخلط مع شوية ديال زعتر ولا حبة حلاوة، ريحة كتشهي حتى الشبعان. سالم العزري ووليداتو كل صباح كينوضوا على هاد الريحة. الدراري الصغار وخا فاطرين غير بالزيت والزيتون، كانت الريحة كتدغدغ ليهم الشهية. سالم كيشوف فيهم وكيتنهد تنهيدة خفيفة وكيقول في خاطرو الحمد لله على ما عطا سيدي ربي، راه ماشي كل شي بالخبز السخون، راه بالبركة اللي فيه. سالم كان كيصبر وكيكبر داك الصبر حتى ولا عادة، كيتصنت لصوت العواد وهي كتطقطق في الفران، وكيشم الريحة وهي كتسلل من تحت الباب ديال الحاج. عمرو ما شكا، عمرو ما طلب، كان كيشوفها اختبار من عند الله. واحد النهار كانت الشتا صبات بالجهد والبرد قاصح دخل حتى العظم. سالم العزري كان مريض شوية والحركة ثقيلة عليه، المرة ديالو عافية كانت عاجزة، ما لقات باش توكل الوليدات غير شي شوية ديال الزرع كحلة. في داك الصباح البارد الريحة ديال الخبز السخون اللي عاد خرج من الفران كانت أقوى من العادة، ريحة كتدخل للقلب قبل من الصدر. ولده الصغير عالي اللي عنده شي 7 سنين بدا كيبكي بالجهد، بابا بغيت خبز، ريحته زوينة بزاف، شوف عافاك. سالم قلبه تقطع، ما قدرش يشوف ولده كيبكي على ريحة الخبز، خصوصا والحاج حمد جارو كيعرف حالتهم. قرر سالم يجمع جهده ويدق على الحاج حمد. دق دق، خرج الحاج حمد لابس جلبة نقية ووجهه مضوي بنور الخبز اللي عاد كلاه. خير يا سالم، على سلامتك، ما بانش ليك البارح؟ سولو الحاج بنبرة باردة شوية. سالم حك راسو بحشمة وهبط عينيه وقال الله يطول في عمرك الحاج، غير سمح لي برزتك، ولكن ولدي الصغير مريض وهو كيبكي على ريحة الخبز، وخا غير طرف صغير من اللي طيبتي باش يسكت ويسخن شوية. الحاج حمد تكلم بهدوء كيحسب الكلمات وقال فهمتك، بالصح ريحته زوينة، ولكن شوف يا سالم، الخبز راه ماشي في الزنقة، هذا راه خبز ديال الدار، كل طرف محسوب وكل عجين فيه فلوس. كون كنت كنعطي لكل واحد كيدوز وكيشم كون ما بقى ليا والو، الله يرزقك من واسع فضله. وسد الباب بلا ما يدير حتى حركة باش يجبد الخبز، خلى سالم واقف، الريح كتلعب بجلابته المقطعة وريحة الخبز كتقطع قلبه. سالم رجع لدارو، الحشمة والكسرة كيعصروه. دخل لقى ولدو عالي باقي كيبكي، ومراتو عافية كتسخل شي ما باش تدفي الدار. شاف سالم في مراتو وشاف ولدو وتبسم واحد الابتسامة غريبة وقال صافي يا وليدي سكت، شوف الحاج حمد راه ما عمرو داق خبز بحال ديالنا. عافية استغربات، خبزهم ما فيه لا خميرة زايدة ولا زبدة. سالم كمل كلامه، الحاج حمد عنده خبز ولكن البركة ما عندوش،
هذيك الريحة اللي كتشمها هي اللي خلاتنا نشكروا الله كل نهار. هذيك هي النعمة الحقيقية. لو كان شاركني غير بطريف صغير كون أنا اللي طلبت منه السماحة، ولكن هو وحا عنده الخير ديال الدنيا راه مسكين. الفقير هو اللي ما يشاركش وما عارفش قيمة العطاء. سالم جلس مع ولادو وعطى لكل واحد شوية من ديك الشواية الكحلة. قبل ما ياكلوا هز يديه للسما وقال: يا ربي بارك لينا في هاد القليل وبعد علينا طمع الغني اللي ما عندوش بركة. في داك النهار الحاج أحمد واخا كان كياكل خبزو السخون والمليوي حس بشي حاجة ناقصاه. الخبز ديالو كان بارد في فمو ناشف في حلقه. بالرغم من الغنى اللي عنده حس بالفقر ديال القلب. أما سالم العزري في داك الصباح ولات عنده أغنى دار في الدوار، دار عامرة بالقناعة والتضحية وبالبركة اللي كتجي من الرضا. ولادو نساو ريحة الخبز ديال الحاج وركزوا على طعامهم القليل، كيشكروا الله على نعمة الأب اللي علمهم قيمة الغنى الحقيقي. العبرة من القصة اللي ما يشاركش النعمة راه ما عندوش بركة. الحاج أحمد عنده الخبز ولكن سالم عنده البركة. الغنى ماشي في الخيمة، الغنى في القلب اللي كيعطي. وشوفوا يا وليداتي، الدنيا ما كتقاش بشحال عندك في الدار، كتقاس بشحال عطاك الله في القلب. الخبز كيسالي والفلوس كتمشي وتجي، ولكن البركة والدعوة الزوينة كيبقاو تابعين الإنسان حتى لقبرو. إلا عجبتكم هاد الحكاية وخدات منكم شي دقيقة تفكير، ديروا لايك راه غير بنية طيبة، وشاركوا القناة وخليوا الاشتراك ديما شاعل باش تبقى حكايات كلام زمان توصلكم وحدة بوحدة، ونبقاو ديما نجتمعوا على الخير بحال الناس زمان. الله يحفظكم ليا يا وليداتي، وما تنساوش دير الخير ونساه راه هو اللي كيبقى.